بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مساءكم فل او صباحكم فل على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو باذن الله. الاهلي وبيراميدز، كلمتين. يعني الواحد ما بيتكلمش على ماتشات تانية غير ماتشات الزمالك، او ما بيتكلمش على احداث عامه او بيناقش اي احداث غير احداث الزمالك. بس كلمتين سرعه كده بخصوص الزمالك، بخصوص ماتش الاهلي وبيراميدز. انا كنت متوقع والله فوز الاهلي في الملعب واداء، يعني لان نتائج الاهلي في الاخر ما كانتش كويسه، فكان هينزل عنده الدافع وعنده الرغبه من اللعيبه انها تنزل ضغطه وتهاجم. وكنت ما عنديش ثقه بصراحه في يوريزيتش تقريبا مدرب بيراميدز. يعني بحسه ساعات ما فيش ما بيختارش افضل الاختيارات عنده. ربنا يعينه، يعني بصراحه عنده 22 لعيب احسن من بعض الصراحه. يا رب مشاكل مندي يعني. المهم الاهلي بدأ فعلا زي ما كنت متوقع وضاغط، وهو اللي كان اخطر بس طبعا ما اداش بيراميدز حقها في ان هم في التحولات او في لما الكرة بتبقى معاهم بيبقوا خطيرين جدا، وده اللي حصل. ومن اول هجمة ربيعة ما كانش قدامه حل غير ان هو يطلعها بالطريقة دي، لان هو وصل لها متأخر. عرضية بينية من توريه لحمدي، اوفر نموذجي يعني، نادرا ما محمد حمدي بيرفعه. والجون الاول طبعا، يعني انا عامه ما بحب، يعني ما فيش حاجه الواحد يتكلم عليها. الاهلي ما قدمش برضو حاجه واو غير بدفعه الجماهير الشوط الثاني. انا بتكلم بقى هنا على التحكيم واللي حصل. يعني كوره التحام عادي، يعني في وجهه نظري اخره ممكن يتحسب فاول وممكن ما يتحسبش. الحاح من حكم الفار ان من حكم الفيديو ان البنا يروح يشوفها، وراح شافها. وطبعا انت لما يعني ايه، انت اوريدي الحكام متصدر لها كارت ارهاب من الاهلي. يعني انا بكلمك بقى النتيجه 1-0 والدنيا تمام، وبيراميدز ابتدى خلاص يمسك الماتش، واي مرتد هيروح جون، وبيلعبوا 11 ضد 11، فما فيش مشكله. الحكام متصدر لها كارت ارهاب من الاهلي رسمي، فما فيش حكم هيروح يبص على الفار ويرجع في ماتش زي ده لو حكم مصري ويرجع يقول لك لا ما فيهاش حاجه. هيقول لك خلاص بقى الميديا الاهلي واعلام الاهلي هيمسكوه سلخ 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 لغايه لما نشوفه، زي محمود عاشور اللي كان اوريدي موجود في الفار، واللي هو اصلا بقاله 900 يوم ما بيحكمش بسبب هدف ما حسبوش للاهلي وكان قراره صحيح. من ساعتها هو قاعد في بيته. فالنهارده نازل يقدم فروض الولاء والطاعه في ضربه جزاء وفي قرار الطرد. وطبعا البنا رجع، يا عم لا انت عايزها ايه؟ طرد طرد ترد، يلا في ده. الماتش اتقلب، وطبعا ضغط ضغط، وبرده كان بيراميدز هيسجل. المدرب بتاع بيراميدز كان المفروض يدفع بمهند لاشين بعد الطرد على طول. يعني دي كانت وجهة نظري، يعني بعد الطرد على طول لازم مهند لاشين في الملعب، وتشيل مايلي، او تخلي مايلي ومعاه مصطفى فتحي، او مايلي وابراهيم عادل، او تشيل مايلي وتخلي مصطفى وابراهيم، وتخلي ابراهيم يضم على جوه، وتخلي مهند وبلاتي توريه. ولو كان عمل كده على فكره الماتش كان بيراميدز هيحط تاني وتالت من غير ما الاهلي يسجل. بس هو ما اعرفش هو ليه ما عملش كده. الشوط الثاني ابتدى بضربه جزاء، ضربه جزاء صحيحه 100%. ما اعرفش الناس بتتكلم في ايه، يعني ما فيهاش اي كلام. دخل مصطفى فتحي سجلها، يعني سجلها معلمه زي ما بيقولوا. بعديها طبعا بقى دفعه الجماهير، واصلا الجرينتا اللي كان نازل بيها الاهلي اصلا ما كانوش لحقوا يستفيدوا بيها، فهم بعد الجون ده كمان طخ مع وجود احمد الشناوي حارس المرمى. ده اصلا مش حارس مرمى، يعني ده يا دوبك مع احترامنا لحراس العقار، ده حارس عقار بالكتير يعني، وهيتسرق منه. يعني زي كده ده لو اترمى عليه السلام بيخش الجون، زي ما بيصدوش حتى، يعني ما بيردوش، ما فيش اي حاجه. راجل طيب جدا واقف في الجون بينام قبل الكره ما تتشاط. وحتى البيلن كان ماتش، يعني ما فيش اي مخ ان امام عاشور الماتش الاخير لعب. يعني هو طبيعيا الواحد بيبص على اخر شوطه الواحد المسدد كان شاطها فين. هو شايف ان امام ما شافش امام، انا متاكد، او ما اعرفش بقى، مرمي نايم في النص، وامام مش علقها، لو في الجون كانت جون.
حطوا الجونين وبعد كده خلاص مفيش. ما هو الاهلي مفيش يعني، هو الاهلي برضو كل الهيصه دي كلها هو مفيش يعني. حسين الشحات النهارده شارب له 3 ستينج و20 ريد بول وواكل وعامل كل حاجه عشان يعمل الاداء ده. يعني مفيش في الاهلي غير امام عاشور، هو اللي بيجري، هو اللي بيلعب، هو اللي عنده كل حاجه لحد بقى اسامه يرجع. ولسه الناس الجديده ما بينتش كرامات. العش راجل كويس بس في الدفاع، العش صفقه هايله طبعا. ان الخلاصه يعني الواحد بيتكلم ليه على الماتش ده، ان احنا بس نشوف كميه اللعيبه هنا وهنا وكميه اللعيبه اللي الاهلي بيخلصها، وانت كزمالك قاعد بتعمل ايه. وانت برضو في كل ده انت لسه قريب، انت تكسب بكره، انت لو كسبت يعني تبقى 20 نقطه، نفس رصيد الاهلي، فرق نقطه عن بيراميدز وفرق عن الاهلي بالاهداف. الواحد بقى يعني انت يا مجلس اداره بقينا خايفين نحفل على الاهلي. يعني احنا حفلنا على الاهلي الفتره اللي فاتت دي، خلص في 3 4 صفقات او 5 صفقات، وهيخلص في بن شرقي اللي هي هتبقى يعني حاجه. هي يعني هو اللعيب كده كده مش محسوب عليك ولا محترف وبتاع، بس حاجه تضايق قوي ان لعيب بالنوعيه دي وكان شريك قوي كده وكان قريب منك جدا في الصيف، ورحت جبت بداله 3 لعيبه يعني ما يتفكوش برباط جزمته. هتشوفه عند الغريم. يعني انت ما كفكش وجود امام عاشور، كمان خليت ان يبقى فيه بن شرقي، والله اعلم بقى زيزو هيبقى فين. فانت بقيت خايف تحفل على الاهلي. يعني انت وصلوك كجمهور انك خايف تحفل على الاهلي عشان ما يسخنوش ويجيبوا صفقات. انت بقى كمجلس ابيض، ولا صفقات ولا مستحقات ولا تجديدات، ولا عارف حتى تحفز لعيبتك، ولا عارف تعمل حاجه، وخلاص الواحد جاب اخره. غباء محكم. احنا بقالنا سنتين كنا بنتريق على مرتضى منصور ونقول مش بالكم بالكيف، يا مجلس متخلفين يا بقر يا وبنشتم وبنقول ده ما بيفهموش كوره. امتى يجي لنا مجلس بيفهم، يفهم ان هو بالكيف مش بالكم بالكواليتي. يجي لنا ناس زيكم كنا واثقين فيها. يجي اشرف بن شرقي كان يجي رجل اعمال يقول لك لا احنا هنجيبه ونفكه ب3 لعيبه. يعني انا مش عارف اقول كلمه، مش عارف اقول لفظ، والله عيب. 3 لعيبه ايه يا راجل يعني بجد 3 لعيبه ايه؟ يعني ايه 3 لعيبه؟ 3 لعيبه ايه اللي انت جبتهم مكان بن شرقي دول؟ يعني مش فاهم عملوا ايه يا راجل. ده الموسم بيخلص مش لاك ده ما عملش اسيست ولا جول. ده الاسيست اللي محسوب له اللي هو باص الكره عاديه لزيزو ورقص وجاب جول بره ال 18. مين تاني؟ او احنا جايبين مين تاني؟ ابو عمر فرج اللي احنا مشيناه، الراجل اللي ولا ده جوميز كان مقتنع بيه ولا جروس اقتنع بيه. هما دول الصفقات؟ بجد انا مش فاهم والله. يعني ده دول اللعيبه اللي احنا رفضنا نجيب بيهم نجيبهم عشان بن شرقي. ويا عم هاني بيرزي، ويا عم الرجال الاعمال اللي موجوده في المجلس، انتوا ما بتاخدوش غير استفاده بس من الزمالك، بتستفيدوا بس، اسمكم بيتنور بس من الزمالك، لكن ما بتعملوش حاجه. بوبنزا ده مش كنت متحمل صفقته اهو ما جاش، ما تجيب يا عم لعيب بداله. بن شرقي لو راح للاهلي هتبقى من الاخر يعني اخر امل للمجلس ده مع الزمالك لو ما عملش حاجه توازي الموقف ده، لان خلاص هيبقى بجد يعني ايه علاقته بينه وبين الجمهور هتبقى شبه انتهت. وبقى الناس اللي بتطبل لكم على السوشيال ميديا واصحابكم والكلام ده محدش هينفعكم، كانوا ينفع اللي قبليكم. على العموم هي كلمتين بس كده بخصوص الماتش. وبكره يا رب فرصتكم انكم ترجعوا وتكسبوا عشان يبقى لسه في امل كلاعيبه يعني. واللعيبه والله انتوا هتاخدوا مستحقاتكم يعني، يا ريت تركزوا، انتوا كده كده هتاخدوا فلوسكم. فمعلش عارفين ان انتوا ما بتقبضوش، معلش معلش، بس مش مديونين يعني ومش عليكم احكام. فننزل نركز ناخد 3 نقط وبعد كده نشوف موضوع الفلوس. اكيد كده كده هتتنيلوا تاخدوها، استرجلوا بس بكره. والمجلس يا ريت ديك صفقات، لان الشهر بيخلص وفتره القيد بتاعت افريقيا هتخلص في 31. ملهاش دعوه بفتره القيد اللي الاتحاد المصري فتحها اليوم 8. يا رب تكون عندكم المعلومه دي. وقصه التحكيم الواحد خلاص ما بقاش عايز يتكلم عن التحكيم، لان هو كمان دلوقتي بقى بيشوف ان الاهلي بيتكلم ان هو حاسس انه مظلوم، وان البنا ده راجل عالمي وراجل جاي من كوكب تاني ومعلوش اخطاء. فانت قصه انك تجائر مع اهلاوي او تجائر مع اي حد في التحكيم مفيش فايده، بجد مفيش فايده. فانت عامه لما يجي لك اخطاء وتستفيد منها، وده لو حصل يعني تمام، بيبقى قول الحمد لله ماشي رضا يعني. يعني قول اعمل زيهم، برغم ان احنا عمرنا ما هنعرف نعمل زيهم يعني. ليلتكم جميله وان شاء الله خير. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه وشير. السلام عليكم.